بما احنا عدينا على كابتن حسام، وبما انه في لعيبه كتير في المونديال تألقت، عايز اقف معاك عند ايوب بوعدي. ايوب معدي بيور تالنت، هل تجد في الموضوع بعض المبالغات ولا اللي هو فيه يستحقه 100%؟ ما بجدش اي مبالغات اطلاقا. هو يستحقه 100%، لان ما فيش في العالم، حتى مش هقول لك في مصر، في العالم ما فيش لاعب ارتكاز 6 بيقوم بالادوار دي بشكل مميز الا اعداد قليله من اللعيبه، لدرجه ان هو بيلعب مين؟ هو بيلعب البرازيل. مين ارتكاز 6 في البرازيل؟ يا اما كاسيميرو في الشوط الاول، يا اما فابينيو في الشوط الثاني، ودي لعيبه ليفل كلاس ايه، ريال مدريد وليفربول قبل كده. فانت بتتكلم في لعيبه هم دلوقتي فوق ال 30، لكن عندك مثلا فابينيو 32 سنه، مش كبير قوي. صلاح هو 32 سنه خد هداف الدوري والاكثر صناعه الاهداف في الدوري الانجليزي، احسن دوري في العالم. فما اقدرش اقول ان هو كبير قوي فابينيو مثلا، لكن كاسيميرو 34 سنه. لكن لو جينا نعمل مقارنه ما بين الاثنين، فابينيو بعد الماتش قال ان احنا كويس جدا احنا تعادلنا، يعتبر التعادل الحمد لله يعني احنا تعادلنا، لان خط وسط البرازيل ما عرفش يجاري خط وسط المغرب بسبب هذا اللاعب وغيره، لكن هذا اللاعب في المقام الاول. ماشي. فاحنا ممكن نجيب شويه احصائيات نقارن بوعدي بالاثنين مع بعض، لان في واحد لعب الشوط الاول وواحد لعب الشوط الثاني. هو ما ريحش، هو لعب، هو طبعا صغير في السن ومش المفروض يريح، لكن هو لعب الماتش كله. تعال نقارن الارقام ببعضها يلا فهمت، ونجيب احصائيات ليها علاقه بالمركز ده. عدد مرات حمل الكوره، يعني انا كم مره جريت بالكوره؟ هو لوحده 24 مره، هما الاثنين مجتمعين 14 مره. مسافه حمل الكوره بالمتر، انا جريت بالكوره كم متر بالكوره مش من غير الكوره؟ 208 متر. هما الاثنين مجتمعين 95 متر بس. طيب بيجري ورا لقدام، هتلاقيه جري 60 متر لقدام، هم 45. طبعا المغرب كانت بتدافع اوقات كتير، طبيعي ان هم يجروا لقدام، لكن هو انه يجري لقدام ده كان بيعدي من اللعيبه. وهنيجي للمراوغات كمان شويه. اطول انطلاقه تقدميه بالمتر، يعني جري لقدام. الارقام دي فضيحه للبرازيل يا عمرو. صحيح، الارقام دي فضيحه للبرازيل. صحيح، نص ملعب البرازيل. صحيح، ده انت البرازيل المفروض لعيبه عندك حريف حتى اللي بيلعب نص ملعب البرازيل لوحده. يعني دونجا الاساسي بقى، مش كل الدونجات دي، دونجا الاساسي ما كانش يبقى دي ارقام 100% طبعا. فاطول انطلاقه تقدميه بالمتر، جري 18 متر بالكوره وما اتخدش منه. هم ما فيش ولا مره جريوا كتير بالمتر وما اتخدش منه، ولا مره زاد لقدام، ولا مره جري كتير اكتر من 3 4 متر ما فيش ولا مره. ماشي تمام. المسافه المقطوعه بالكيلو هو 11، هم 10 ونص. هنا الدنيا قريبه من بعضها، الاثنين على بعض. بس هو لاعب المفروض يتعب هو لوحده. هم كل واحد خد شوط واحد بس. صحيح. بس هم كبار في السن، فمش هنتكلم في النقطه دي. عدد الركضات سبرنتات، ركضات السريعه دي سبرنتات، هو عمل 10 وهم عملوا 4 فقط. مراوغات نجاحها هو 3، هم الاثنين على بعض 0. دقه التمرير زي بعض، بس تمريراته دي يعني فيها البركه، لانه بيجري لقدام وبيلعب لقدام. التحامات نجاحها دي برده مفاجاه، هو 9، هم الاثنين على بعض 4. ارقام ممتازه بصراحه لبوعدي. فازاي نقول ان هو مبالغ في تقييمه؟ لعيب في السن الصغير ده يعمل الارقام دي اللي ليها علاقه بمركزه، دفاع وهجوم والتحامات ومراوغات وكل دي تشكيله هو نجح فيها كلها وتفوق عليهم بمراحل كمان. قد يكون رجل الجوله الاولى طبعا من دور المجموعات، والعالم كله بيتكلم عنه، ده دليل. صحيح. ايوب بوعدي، ولو حق ارتيتا يتجنن عليه وهيبقى صراع كبير. بس عايز اقول حاجه هنا في الصيف. اتفضل. لو برشلونه فوت اللعيب ده من تحت ايده ده فشل. اصل مش لازم اجيب صفقه تفشل عشان تبقى فشل، في صفقه لو ما جبتهاش ده فشل. اشمعنى برشلونه؟ لان ده اكتر نوع من اللعيبه يليق على برشلونه، واكتر نوع من اللعيبه يحتاجه برشلونه، ونوع نادر في العالم. انا عارف ان ارتيتا بيلعب كوره حلوه ومحتاجه، وفي مدربين كتير محتاجينه، بس انا لو مثلا مسؤول في برشلونه ما يعديش من تحت ايدي. مفيش حته بيريز مع الصرف اللي نازل يمين وشمال. مفيش حد بديل لتوني كروس، والراجل جايب برناردو فعايز حد يبقى معاه. لا بيريز ده عايز كاسيميرو والناس دي، خلينا يا ريس خليك يعني ما كده حته بيريز كده حسب بقى يبقى في تفاوض. وبالمناسبه يعني هي صفقه يعني لو بيريز ما بفترض يعني لو جابها النهارده صفقه جماهيريه من الطراز الرفيع، هي مفاجاه للعالم ان ريال مدريد لو قدر يمضي بوعدي مثلا. طبعا مفاجاه كبيره، لكن هو كورته تلاقي على برشلونه جدا. صحيح. طيب